بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة أهل الأثر السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. والآن مع فضيلة الشيخ العلامة الناقد البصير صالح ابن نافع الحربي رحمه الله تعالى. بلاد المسلمين قال: من اشتهر خطأه بين الناس فكتبه أو سجله لا تجب النصيحة سرا، وإنما يرد على خطئه أولا حتى يحذره عامة المسلمين، ثم إن رجع عنه هو لا بأس أن يقال أنه تراجع، ولا يلزم به، ولا يصح أن ينسب حينئذ إليه. نعم. الأدلة واضحة، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد شاع الشيء خطأ، واجب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. دين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا انتشر الخطأ عن الشخص الذي يوثق به ويظن أن هذا هو الحكم الشرعي، وجب من باب النصيحة أن يبين. الله سبحانه وتعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا ظلم للشريعة وظلم لتقديم للناس الذين يظنون أن هذا من الشريعة، فلا بد من بيانه. أما إذا كان النصوص والأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا كان المسلم يحتاج إلى أن يبين له الحق من الباطل حتى لا يروج عليه الباطل، فإن نصره ببيان الحق له وبيان الباطل. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من بيان سبيل المجرمين، لا بد من بيان الخطأ الذي هو ليس من الدين حتى لا يحسب على الدين، نصيحة للأمة وحماية للشريعة. إذا انتشر عن صاحبه سواء بتأليف أو بتسجيل أو شاع بين الناس، فإنه الحال هذه الأمر يتعلق ببيان هذا الخطأ ولا يتعلق بالشخص المخطئ. أما الشخص المخطئ وهو لا يبكي أو لا يمنع من نصيحته الخاصة أن ينصح ويبين له، ولكن لا تلازم بين نصيحته وبين أن يرد على خطئه حتى يحذره الناس. بإمكانه أن ينصح قبل أن يبين أو بعد أن يبين، بإمكانه أن ينصح له، وبإمكانه أن لا ينصح له أيضا، خصوصا إذا عرف أن ذاك لا يسمع أو لا يقبل منه أو لا يعني يتيسر اللقاء بينه وبينه. فلا يهم كون يعني النصيحة له خاصة، وإنما الذي يهم هو بيان الحق والنصح للأمة حتى لا يحسب خطأه على الشريعة، وحتى لا يعمل به الناس في خطأه فيتبعونه به، وهو أيضا نصيحة للشخص الذي بين خطأه، لأنه من باب تحذير الناس من أخطائه حتى لا يتحمل وزره ووزر من أضلهم بغير علم. النصوص كثيرة في الحقيقة التي تدل على بيان الخطأ وعلى النصح للأمة، وعلى أنه لا يلزم أن يبين للشخص قبل أن يبين خطأه طالما شاع خطأه وانتشر. أما إذا اقتصر الأمر على كان معصية خاصة به أو مخالفة خاصة به
ولم يكن هذا قد شاع بين الناس، ولم يؤلف، ولم مثلا ينشر بشريط، وإنما معصية خاصة به هو، ولا يخاف من إعلانه لمعصيته حتى يتأثر به الناس حتى يحذر منه، فإنه لا حرج، أو النصيحة حينئذ تكون له بخصوصه، فبينه وبينه ينصح له. أيضا إذا كان الذي حصل منه الخطأ هو سلطان قد يحصل يترتب مفاسد على مثلا الرد وكذا إلى آخره، وأن هذا السلطان يحتاج أيضا إلى نصيحة، فإنه ينصح له فيما بينه وبينه ولا يشهر به، أو إذا أراد أن يرد الخطأ يرده بأسلوبه، أما أن يشهر به وهذا ضرر على المسلمين. ونصيحة السلطان دائما تكون سرا بينه وبينه. أما عامة الناس خصوصا إذا اشتهر خطأه فإنه يرد، أو انتشر عن الخطأ يرد على خطأه بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا يلزم النصح له في خاصته. أما إن كان خطأه أو يعني معصيته ومخالفته بينه وبين ربه، واطلع عليه هذا الشخص ويريد أن ينصح له، فإنه ينصح له بينه وبينه. القضية يعني معروفة عند أهل العلم، هم يقولون من ألف فقد استوجب أو استهدف، ومن أيضا كذلك انتشر خطأه وجب بيان خطأه. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. لهذا تعلمون أن ما يزعمه الحركيون والسلفيون من أنه يرد ما ينصح به ويرد بيان أخطاء أولئك إذا أخطأوا وأنه باطل، ولا يجوز لهم أن يعترضوا على هذا، ولكنهم أهل أهواء، ولا ينبغي لهم هم أن ينزعجوا أو أن يتحدثوا من رد الخطأ. أهل السنة والجماعة يطلبون إهداء العيوب إلى أنفسهم، وبعضهم يبين أخطاء بعض ولا يأخذ بعضهم على بعض، إنما يبينون أخطاء بعضهم بعضا. مع أهل البدع فهم لا يريدون، لأنهم أصحاب أهواء يتعمدون الأخطاء، ربما تربيتهم تربية بدعية، فهم لا يريدون أن يشوش عليهم ببيان أخطائهم، ويريدون أن يلمعوا أنفسهم أمام الناس. ولكن المؤمن ينبغي أن يكون قصده هو نصر الشريعة والنصيحة لأهل الإسلام، يبين الحق ولا يبالي. نعم. جزاكم الله خيرا. الله يحييك. بارك الله فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في شبكة أهل الأثر السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.